ما بين زيزو، ما بين مصطفى فتحي، ما بين ميدو جابر، 3 تألقوا في هذا الموسم، وبالتالي الحسبة برضو تبقى مش معقدة قوي زي اللي كان قبل كده، لكن على الأقل في نوع من أنواع التنافس إن صح التعبير. يعني نروح الأول للجنة الفنية ونستقبل كابتن خالد الغندور نجم نادي الزمالك، واحد من أفضل الأجنحة طبعا في التاريخ الحديث للدوري المصري. مساء الخير يا كابتن خالد وأهلا بيك معانا. مساء الخير محمودي، والف مليون مبروك يا حبيبي على البرنامج، وربنا يبارك فيك. طبعا على الدكتور طارق أدور. طيب زيزو، ميدو جابر، مصطفى فتحي، صراع ما بين الثلاثي، اللجنه الفنيه ورايك الشخصي في ايه الاخبار ما بين الثلاثه؟ طيب انا عايز اتكلم بس عشان كنت سامعكم من الاول خالص وقبل عبد الستار صبري وكده. اتفضل. دكتور طارق قال لك انه حزين جدا على رمضان صبحي، صح؟ صحيح. عشان بعيد عن المنتخب. ورغم كده احنا اخترنا حسين الشحات اللي هو ما بيلعبش منتخب. فهنا وكنتوا مبسوطين جدا ان صديق اوجولا رغم ان نيجيريا عندها عدد رهيب من المحترفين لكن انضم لمنتخب نيجيريا. صحيح. وهنا السؤال كيف يكون حسين الشحات احسن لاعب في الجناح وابراهيم عادل هو اللي موجود في معسكر المنتخب دلوقتي؟ في اسباب كتيره يا كابتن خالد، يعني مش موضوع السياق بس، لو طرحناه للنقاش يعني احنا دايما كابتن حسام كان عنده وجهات نظر في اماكن كتير، يعني المكان ده نفسه يعني كابتن حسام نفسه قال هنا لما اتسال في القصه دي، قال انه المكان ده اصلا فيه تريزيجيه وفي عمر مرموش، فرقم 3 بالنسبه له هو ابراهيم عادل، يعني رقم 3 بعامل السن اللي بيتجرب ابراهيم عادل. يا جماعه احنا تقييمنا بناء على اللاعب بيلعب في نادي ايه، ولا بناء على انضمامه للمنتخب وتاثيره مع منتخب بلاده؟ يعني انتوا بتختاروا احسن لاعب في الدوري محليا يعني، ولا بتختاروا عامه احسن جناح في مصر؟ اكثر لعيب تاثيرا في الدوري، ده استفتاء النهارده. ايوه في الدوري. لكن ما يلعبش منتخب مش فارقه. ده ملوش علاقه بالمنتخب دلوقتي، يعني مش موضوعنا موضوع المنتخب، يعني اذا كنا بنناقش عن انه اللعيبه بالانضمام للمنتخب ده موضوع تاني. اللجنه الفنيه واللجنه عند اختيار افضل جناح في مصر محلي لابد ان يكون لاعبا في المنتخب. ده لو بنتكلم عن قيمه اللعيب يا فندم، لكن لعيب على مدار موسم اجاد وتالق فيستحق ان هو يكون موجود. يعني لو بناقش القيمه ممكن اطلع 11 رمضان صبحي كقيمه. معلش انت ابراهيم عادل انت بتقول ده نمره 3 وما لعبش كتير وبتاع. طيب ابراهيم عادل عشان الاصابه وكده، لكن طب ابراهيم عادل جاب هداف الاولمبياد. ابراهيم عادل مش في الدوري، اغلى لاعب مش في الدوري يا كابتن. سنه وخبراته. ابراهيم عادل بيلعب في نادي اقل تاثيرا. لا يعني خلاص بص انا بحترم الاراء بس انا دايما من وجهه نظري، يعني انت بتقول لي زيزو مصطفى فتحي وميدو جابر، مفيش مقارنه. خلاص زيزو يعني في حته ثانيه. انت بتتكلم على لعيب دولي، بتتكلم على لعيب لاعب لمنتخب بلاده. لو انت بتتكلم على نادي الزمالك لم يكن مؤثرا زيزو في الدوري، يعني لم يكن الزمالك ما عملش حاجه. ما تختاروش لو مش مؤثر في الدوري، ما تختاروش. الزمالك وحش، الزمالك مش كويس. ايوه هو التقييم على صعيد الدوري، ما احنا ممكن نناقش قيمه رمضان صبحي الاعلى قيمه في الاجنحه، لكن هو النهارده مش كويس بقى. لو صعيد الدوري ما نختارش زيزو. ما هو زيزو من ضمن تألقه ايه؟ انه لعب اولمبياد، انه كان متواجد مع لا ملوش علاقه بالاستفتاء يا كابتن، ملوش علاقه بده خالص. احنا النقاش هنا على صعيد البطوله، على صعيد الدوري والكاس، لكن المنتخب ده نناقشه الاسبوع الجاي. المره دي احنا بنتكلم على موسم. عندما يتم اختيار افضل لاعب في اي بطوله في اي حته في العالم، بيتم الاختيار بناء كمان على معايير ان اللاعب ده وزي ما هو مؤثر مع نادي لابد ان يكون مؤثر مع منتخب بلاده وعلى مدار سنوات. بدليل ان الدكتور طارق الأدور نفسه قال لك انا حزين على رمضان ما بيروحش المنتخب. تمام. قال لك انا ده حاجه رهيبه ان صديق اوجولا موجود. كابتن خالد التعميم اوروبيا مش مظبوط، لانه محمد صلاح لما خد افضل لعيب في انجلترا ما كانش بالضروره مؤثر مع منتخب مصر في كل مره، وكيفن دي بروين لما خد افضل لعيب في البريمير ليج ما كانش مؤثر، ايرلينج هالاند شخصيا غير مؤثر مع منتخب النرويج. منتخب مصر يبقى مش مؤثر ازاي؟ ايوه يعني انا لو بتكلم على قيمه اللعيب نفسه، قيمه هالاند مع النرويج كبيره لكن غير مؤثره، لكن في بريمير ليج هداف الدوري ما خدوش ازاي؟ لكن بينضم للمنتخب، متواجد في المنتخب، ما وضع طبيعي. يعني دي بروين موجود في بلجيكا طول الوقت كويس، ومحمد صلاح ايقونه منتخب مصر. يعني ايوه تاثيره الدولي غير في الدوري المحلي، يعني سواء صلاح او دي بروين او هالاند تاثيرهم في انديتهم حاجه وفي المنتخب حاجه ثانيه. انا ممكن يكون عندي لاعب دولي وبيلعب دوليا مع المنتخب
وبتاع وما اختاروش افضل جناح. مش بالضروره كابتن، احنا لو قعدنا مسكنا الفايل بقى من اوله لحد اخره هنوقع لعيبه كبيره. يعني واحد زي شيكابالا قيمته كبيره مع الزمالك على مر التاريخ وفي مواسم معينه، هل كونه ما نجحش مع المنتخب المصري يقلل من القيمه حاجه؟ بص، لو موضوع دوري دي قصه ثانيه، لكن انا قولا واحدا ابراهيم عادل واحد راح جاب جونين في اسبانيا وكان هيبقى هاتريك، جاب من هدافين، وصلنا للدور قبل النهائي في اولمبياد باريس مع نجوم عالميين مع مستوى مختلف. الاسهام مع الدوري ايه يا فندم؟ الاسهام في المسابقه المحليه ايه؟ يعني اسهام ابراهيم عادل في المسابقه المحليه ايه؟ في ماتشين الاهلي كان فين ابراهيم عادل؟ وده رايك بالمناسبه، يعني رايك يحترم، بس انا بناقشك في المنطق بتاعك بس. انا بتكلم على الاكثر، احنا بنتكلم افضل لاعب، انا وانتوا بتتكلموا افضل لاعب في الدوري بس، ومش مهم يكون لعيب دولي ماشي، يعني ده مش مهم، يعني يكون عندي 2 بس هو المنطق يا كابتن فيه عوار كبير الحقيقه، يعني حتى لو قارنا باي جايزه على مستوى العالم، بنزيما خد بالون دور وهو غير موجود مع منتخب فرنسا، ايرلينج هالاند خد كل جوائز انجلترا وهو غير مؤثر مع النرويج. هو انت بتقارن مستويات ايه بايه؟ انت بتقارن بنزيما؟ لا احنا بنقارن تصنيف جايزه موجوده النهارده. ابطال اوروبا، هو خد احسن لاعب ليه؟ خد عشان لا خد دوري ابطال اوروبا مع الشامبيونز ليج، مع دوري ابطال اوروبا، فهو خد دوري ابطال افريقيا. ايوه، ما هو بالشامبيونز ليج واحد. احنا بس حط لنا كونسبت عشان اعرف اتناقش معاك، عشان عنده خناقه مع ديشام كويس، عشان مستواه او عدم اقتناع المدرب بيه. بس طب وليه مش عارف تطبق ده على اي نموذج تاني؟ يعني قد يكون كابتن حسام مش مقتنع بحسين، ما بيحبوش، وغيره من الاسماء. حسين الشحات لم ينضم مع كوبر، حسين الشحات لم ينضم مع اجيري، حسين الشحات لم ينضم مع كارلوس كيروش. وبنفس المنطق زيزو كان ضحيه ان في محمد صلاح جناح يمين يا كابتن، ما هو نفس المنطق. يعني حسين حتى لو كان موجود لا كان هيلعب على تريزيجيه ولا على مرموش، وزيزو طول ما صلاح موجود وصحته كويسه مش هيلعب على صلاح. عادل راح ليه؟ طب نعم؟ ابراهيم عادل راح ليه؟ طب ما كان يروح ثالث. علشان عشان في خطه ل 2026، في معدل سني مهم هنا في الموضوع، ونفس المنطقه دي ليها علاقه باسماء كتير موجوده، يعني احمد رمضان بيكم استدعي للمنتخب لنفس السبب. تريزيجيه لعيب كبير في السن، مش صغير برضه. يعني المساله كابتن خالد مش اهلي وزمالك اطلاقا، يعني المساله احنا في القايمه دي وفي استفتاء النهارده موجود فيها احمد سامي، موجود فيها مهند لاشين، موجود فيها الشيبي، اسماء لو طرحت للجمهور يا كابتن خالد ما كانش هيتم اختيارها. هو ايه اللي جاب سيره الاهلي والزمالك دلوقتي؟ لا يعني قصدي المساله هنا انت بتقيم حسين، بتقول ان حسين احنا بنقيم هنا على انه مش موجود مع المنتخب، وبعدين رمينا على زيزو الناحيه الثانيه. هي المساله مش اهلي وزمالك، هي مساله هو استفتاء له معايير كتير لناس كتير موجوده. انت لو رايك انه ابراهيم عادل اوكي مفيش مشكله، لكن في النهايه هي اراء. لا انا رايي ان التقييم دايما لابد ان يكون تقييم شامل من حيث مستوى اللاعب مع منتخب بلاده ومع ناديه وتاثيره مع منتخب بلاده ومع ناديه، بس ده طيب ده رايك ويحترم طبعا. فكره اهلي وزمالك خالص، انا مش عارف انت اللي جبت اهلي وزمالك دلوقتي. لا ما هو انت بتقول لي زيزو وبتقول لي بقيه الاسماء. هو انا جبتك سيره اهلي وزمالك ولا جبت سيره لعيبه؟ ما هو انت بتقول لي زيزو طبعا هو الافضل عشان زيزو مؤثر مع المنتخب ولاعب اولمبياد، بقول لك المنتخب ملوش علاقه باللي احنا بنقوله، قلت لي لا له علاقه، فده رايك. يا انت بقول لك انت بتقول لي دلوقتي زيزو ومصطفى فتحي وميدو جابر بالظبط كده. انا بقول لك التقييم واضح إن ايوه انت قلت لي زيزو علشان لعب مع المنتخب الاولمبي ولاعب اولمبياد وعشان موجود في المنتخب، وحسين مش في المنتخب. لا مش بقى له 3-4 سنين. طيب في العموم الراي واضح يا كابتن خالد. ما بقى ولا دوري ولا زمالك ولا اهلي، مش علاقه بالاهلي خالص. الراي واضح رأي. طبعا بدون نقاش، وجهه النظر وصلت، وبشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. تجيبوا يمين هو شمال، تجيبوا شمال هو يمين. وجود واحد زي خالد الغندور ده في الإعلام المصري إن كان بيدل على فشل المنظومة الإعلامية في مصر. راجل مش عارف هو بيتكلم على ايه، يعني اللي دخله اصلا مجال الرياضة واللي خلاه لاعب كورة معرفش كان بيلعب كورة ازاي، ما بيفهمش في الكورة اساسا. لما اعلامي ما لعبش كورة وممارس كورة بيتكلم احسن منه وافضل منه كتير، فانت اعرف ان الشخص اللي قدامك ده مش فاهم اي شيء في منطق كرة القدم. يعني بيتكلم على حسين الشحات ان هو ما بينضمش لمنتخب مصر وان هو مش لاعب دولي، والمحمود يقول له ازاي، ده الراجل مؤثر وكان مؤثر جدا جدا مع فريقه وكان مقدم مباريات كبيرة. لكن للأسف الشديد عندنا لا مبالاة في الإعلام الرياضي من أشخاص دخلوا على المهنة زي ما بنقول كده بالصدر، واخدينها فتحة صدر، وهم لا يجيدوا الإعلام ولا درسوا إعلام. عشان كده هنلاقي التعصب وهنلاقي
اعلاميين زي خالد الغندور موجودين في الكرة المصرية، وهم من اسباب فشل الكرة في مصر والرياضة في مصر طول ما هم موجودين في المناصب دي.